السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي. لو انتم اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلك اي فيديوهات انا بنزلها، ولايك للفيديو يا حلوين يا امارات. النهارده بقى عملنا رز ببصل مع بعض، وعملنا السمك المشوي، وعملنا السلطه الجميله. اتمنى ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. اكتبوا له بقى رأيكم في الكومنتات. اسيبكم بقى مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم بقى في حفظ الله. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بكم في قناتي. اهم حاجة الاول صباح الخير، يا رب يكون يومكم حلو كده زيكم. النهارده بقى عندنا يوم الاربعاء، عندنا في الارياف عامه السوق بتاعنا يوم الاربعاء. النهارده بقى يوم الاربعاء، فهروح السوق الساعه حوالي كده الساعه 4:30 كده، زي ما انتم سامعين صوت الديوك وكده والفراخ. فانا حبيت اعمل لكم جوله كده اوريكم المنظر عندنا وكده. انا دلوقتي حبيت ان انا اصور واقول لكم ان انا رايحه السوق، واوريكم بقى ايه الحاجه بعد ما اجيبها من السوق، واوريكم انا اشتريت ايه. وان شاء الله الفيديو بتاعي يعجبكم، استنوني بقى يا جماعه. أنا لسه جايه من السوق. جبت بقى شويه حاجات اللي هي لازماني. جبت ربطه الخضره المحشي دي البلدي دي، اعرفها ازاي؟ اما بتشم ريحتها بتلاقي ريحتها ايه حلوه. جبت الربطه دي بجنيه. وجبت بتنجان. جبت البتنجان اللي هو الرومي ده اهو. جبت ده. جبت ده 2 كيلو ب5 جنيه. وجبت كمان الطماطم دي اهي. الطماطم دي بصراحة يعني غالية عندنا جدا، زعلت ان لقيتها غالية. الكيلو وربع منها في السوق ب10 جنيه. جبت انا 2 كيلو. جبت 2 كيلو ونص ب20 جنيه. ماشي اهي. في ناس بقى بتبيع الكيلو ونص، وفي ناس بتبيع الكيلو وربع. ماشي، انا لقيت دي حلوة، الكيلو وربع لقيتها جميلة كده وحلوة فجبتها. وجبت بقى ايه، جبت ربطة البصل الاخضر ده، انا اول مرة اشوفه في السوق اهو. جبت ب2 جنيه. هي الربطة ب5 جنيه، بس انا قلت لها ايه اعمل لي ب2 جنيه. وجبت كمان نص كيلو جزر، برضو بحبه في السلطة بيديها نفس كده. كيلو ونص برضو في السوق ب10 جنيه. ماشي، زي ما انت بقى ايه عايزة تكتري عايزة تقللي، ده حاجة براحتك انت. وجبت كمان رمان برضو ب5 جنيه الكيلو اهي. ماشي، هو الرمان بس يعني انت ممكن تقولي طب انا اعرف ازاي ان هو حلو؟ هو الرمان ده موسمه، يعني اي رمان هتجيبيه هتلاقيه طعمه حلو. كنت بجيبه الاول كان مزز عشان كان لسه طالع. وجبت ايه تاني، وجبت فلفل رومي وفلفل حامي. انا بعشق الحامي ده في اي حاجه اهو. برضو كيلو ونص ب10 جنيه في السوق. انا جبت نص كيلو برضو اهي. وجبت كمان البلح الاحمر ده الكيلو ب12 جنيه. قلت له ب10 جنيه، بصراحه مرضيش. يعني الراجل اللي انا بجيب منه ده البلح بتاعه جميل جدا اهو. شايفين اهو. اعرف ازاي ان البلحه برضو الحلوه يا جماعه؟ ما تلاقي حمرا كده مهاش يعني مهاش بيضه، يبقى هو كده احمر وطعمه وهيبقى معسل ان شاء الله. وجبت كمان الخيار ده برضو كيلو ونص او الاتنين بصراحه مش فاكره ب10 جنيه اهو. ماشي اهو، انا بحب اللي هو ده. وجبت كمان الليمون ده كمان، ده برضو بحبه يبقى موجود عندي، خلص فجبته. اقول لكم برضو على حاجه بقى يا جماعه. انا جبت ال2 كيلو ليمون ده
ب 12 جنيه. عشان اعمل ليمون بقى ايه، كنت انا عاملاه قبل كده. فبصراحة والله العظيم قعد اكتر من اسبوعين يعني. بصراحة كان جميل 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 جميل. يعني كنت كل ما اخش المطبخ احس ان انا عايزة ايه ليمون او واكلها كده حاف من جماله. جبت 2 كيلو. هنخلله مع بعض ان شاء الله في فيديو ان شاء الله كده. عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده هنخلله مع بعض ونشوف هنخلله ازاي وهناكله امتى. جبت الليمون ده وجبت كمان الخيار الرفيع ده عشان برضو اخلله واقول لكم برضو هنخلله ازاي. هنخلل الليمون والخيار ان شاء الله في فيديو الجاي ان شاء الله. اهي جبت الخيار اللي هي رفيعه دي تبقى حلوه ايه في المخلل. ماشي. دلوقتي بقى هرص الحاجة بقى بتاعتي دي في التلاجة. همسح التلاجة الأول قبل ما أعمل فيها أي حاجة وبعدين أفرغ الحاجة دي. ونسيت أقول لكم كمان هنعمل برضو التونة. جايبة تونة نسيت أقولها لكم. بسم الله. ونسيت أقول لكم جبت برتقال أهو. جبت 2 كيلو ب10 جنيه والبرتقال كيلو ب5 جنيه. هو بقى يعني ايه طعمه يحلو شوية اهو زي ما انتم شايفين كده. كانت الحاجة بتاعتي اللي انا جايباها من السوق حاجة بسيطة بايدك انت بقى. عايزة تكتري الحاجة عايزة تقللي دي حاجة ترجع لك انت. دلوقتي بقى يا جماعة جبت كيلو السمك ده ب20 جنيه. نعرف ازاي ان هو صابح لما تكون الغشيش بتاعته حمراء. ان هو يبقى هو كده صابح. اي سمك بولت تجيبيه تعرفي من كده ان الغشيش حمراء يبقى هو كده صابح معانا. دلوقتي انا غسلته وهنشويه مع بعض واقول لكم هنشويه ازاي. يلا بينا علشان ايه نشويه مع بعض. دلوقتي بقى يا جماعة هنعمل رز بصل مع بعض. هنشوف بقى احنا بنعمله ازاي. انا وريتكم التسويقة اللي انا جبتها. النهاردة بقى هنعمل بقى الرز مع بعض. معايا بصلاية. لو البصلاية بتاعتك صغيرة ممكن تحطي بصلتين كده وسط. بخرطها كده. بحبها يعني ان انا ايه امسك البصرة داير ما يدور كده. عشان لما اجي اقطعها كده احس ان كل البصلة قد بعضها. كانت والدتي الله يرحمها ما كانت بتعمل بصل لاي حاجه لحمام او اي حاجه كانت تخرطه كده تحس ان البصل كله قد بعضه. ولو لقيتي بصليه سوق كبيره مثلا جيبيها وقطعها كده عادي مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده اهو. افضل كده اخرط بالشكل ده. انا بقى ايه قلت اما اعمل الرز ببصل مع بعض وبعدين هنطلع على السطح نعمل ايه. نعمل السمك ونشويه مع بعض ونعمل الدقة وهنعمل السلطة برضو. حبيت ان انا لما بعمل وصفة اشارككم فيها. ممكن ناس تقول لي طب ما انتي ما احنا عارفين كلنا ان احنا بنعرف نعمل رز ببصل وانا عارفة ان انتوا شطار وكويسين وكل حاجة. بس اما بحب اعمل وصفة بحب اعملها ايه يعني كلها. احب اشارككم في كل حاجة انا بعملها. جبت شوية زيت كده وحطيت الحلة على النار. وحطيت حتة سمنة كده بحب السمنة اوي بتدي لمعة كده للرز. لو مش عندك سمنة مفيش اي مشكلة. اهو اقلبهم كده مع بعض. اهو لحد كده ما احس ان البصلة هتدبل. بس قبل بقى ايه ما اشوح البصلة بحط شوية ملح. الملح ده بيسرع لي ان البصلة تدبل معايا على طول. كده احط بقى شوية ملح. كده احط كمان شوية. هقول لكم بقى على حاجتين يا جماعة. في ناس بتحب الرز ببصل غامق وفي ناس بتحبه فاتح. فدي حسب ذوقك انت. عايزاه فاتح قوي عايزاه غامق قوي ده حسب ايه رغبتك انت. انا بحبه ايه يعني يكون غامق حاجة بسيطة. اشوحهم كده مع بعض. عندي بقى ايه البصلة دبلت شوية اهي. عندي بقى إيه ربع فلفل كده حاجة بسيطة لاني بحب الفلفل. انا بحب بصراحة الحاجة الحامية. ده بيفتح النفس. انا خدت حاجة بسيطة منه لانه هو حامي جدا. كمان هقولك على حاجة احسن حاجة لو عندك الفلفل حامي. يا ريت لو عندك جوانتي تقطعي بيه احسن عشان لو ايدك جيت على عينك جيت على بوقك دي بتبقى صعبة. اهو اقطعه كده حاجة بسيطة. اهو اقلبهم كده مع بعض.
افضل اقلب فيه كده علشان ايه ما يتحرقش مننا البصله. عندي بقى البصله بعد ما خدت اللون الجميل ده، اجيب بقى الميه بتاعتي. لو عندك الميه سخنه احط كده الميه. انا عندي نص كيلو رز، فايه حسب بقى ايه الكميه اللي عندك. اهو كده. هسيب بقى ايه الميه تغلي كده مع نفسها، بس قبل ما تغلي احط بقى ايه التوابل بتاعتي. بس دي بقى السر اللي يخلي الرز البصل بتاعنا جميل جدا 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 ويديله نفس. جربي الطريقه دي وعلى ضمانتي. احط بقى ايه شويه جزر كده وشويه خردة محشي. احط الجزر دي امتى يا جماعه؟ اما انا احط الميه، ما ينفعش اضرب الجزر اشوح الجزر مع البصل. احط بقى شويه كمون وشويه فلفل اسمر. بس احنا عارفين بقى ان احنا حاطين ايه الملح بتاعنا، يعني مش هنحط تاني. احط بقى واغطي كده على الحله لحد ما الميه بتاعتي تغلي كده. شايفين اللون الميه عامل ازاي او لون البصله؟ جميل جدا. فحسب ما انت عايزه بقى يفتح شويه يغمق شويه، ده حسب رغبتك انت. عندي بقى ميه البصله اهي خلاص غليت. انزل بقى بالرز بتاعي المغسول. اصفي كده لو في اي ميه. اهو. احنا حطينا التوابل بتاعتنا اهي يا جماعه تاني. حطينا الفلفل وحطينا الكمون والملح حطينه على البصل. هقول لكم على حاجه، في ناس في ناس بتحط القرفه. لو انت حابه تحطي القرفه حطي، بس انا بصراحه مش بحب القرفه في اي اكل. اهو قلبوا كده مع بعض. عندي بقى هنعرف ازاي ان القعده دي كده مظبوط. هنجيب عقلة الصباع اللي هي الأولى دي، أحطها كده بعد ما أحط المية. لو لقينا المية يدوب على قد العقلة خلاص. لقينا المية عليت عن عقلة الصباع هننقص منها مية. ماشي. حسينا ان الرز عايز مية من عقلة الصباع نحط. فيا رب تكون الكلام ده يعني فاهمين قصدي ايه. هغطي بقى عليه لحد ايه ما ينشف. دلوقتي بقى هنعمل السلطة مع بعض وهنشوف احنا بنعمل ايه في السلطة. دلوقتي انا عندي ايه في الخضار بتاعي. عندي خيارية، عندي طماطمتين، عندي حتة صغيرة من الفلفل، عندي عود خضرة محشي، وعندي فلفل رومي. هي دي بس السلطة بتاعتنا. ماشي. اول حاجة بقى انا غسلت السلطة وكل حاجة، ولو عندك خل حط شوية خل ونقعها بس ايه دقيقتين كده عشان لو في اي حاجة ايه نتفادى عنها. جبت بقى الطماطمية بتاعتي كده وقطعها كده قطع صغيرة اهي. زي ما انتوا شايفين كده. قطع الطماطمية حسب بقى ما انت عايزة الطماطمية صغيرة وعايزاها كبيرة، ده انت وذوقك برضه. احنا عملنا الرز مع بعض وسيبناه بقى على نار هادية يتردد. قلنا بقى ايه نعمل السلطة كمان. اهو كده اهي. اجيب الطماطمية التانية اقطعها كده. لو انت بقى مش حابة ان انت تعملي سلطة مع السمك عادي، بس دي اساسي عندنا، لازم السلطة دي. هقطع بقى السلطة كده لحد ما اخلص، وبعد ما اخلصها بقى اقول لكم ايه هنشوي بقى مع بعض السمك. كده. يبقى احنا كده خلصنا السلطة وخلصنا الرز. فاضل ايه حلوين؟ فاضل السمك. نجيب الخيارية اهو. ده السلطة. عندي بقى الرز، شايفين الجمال والحلاوة بعد ما نشف معايا. هنقله ايه بقى؟ هنقله على العين الصغيرة. عندي السمك اهو بعد ما اتشوى، وشوفنا اتشوى ازاي. هطلعه بقى في طبق. احنا عندنا بقى يا جماعة اما بنيجي نطلع السمك بنطلعه في ايه؟ بنطلعه نحط عيش ونحط عليه السمك، عشان ايه؟ لو في اي زيادة مية السمك ايه العيش بتاعنا يشربه. شايفين؟ ودي كانت شكل سفرتنا يا جماعة بقى بعد ما الرز الجميل ده واللون
بصراحة الرز جميل جدا ومفلفل، والسمك بتاعنا والسلطة. السلطة بقى حطيت عليها شوية خل كده وشوية زيت وشوية كمون، وحطيت شوية مية ساقعة كده وقلبتهم في بعض. تاكلي بقى ايه احلى اكل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يجيلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. واتمنى لكم بقى فرجة ممتعة، واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.